محمد حمدان دقل حفظه الله في حلي وطرحالي شال الشيلة وقف، بدل ما كانت 6 يوم، بدل ما كان بيقتلوه في شعب أعزل، ناس عزل، جنود عزل في الميادين، في المعسكرات بتاعت التدريب، بعد ما قتلوه في ال3 يوم الأولى بالطيران المصري بالطيران السوداني وبطيران أجنبي آخر، تمام، وبكل المساعدات الدولية قدروا يجتازوا أو قدروا يدافعوا عن نفسهم بطريقة كويسة. ولحد الآن هم الأشاوس دي اللي حصلونا لل1000 يوم. 1000 يوم دي كانت ما خطتها في الحساب، ولا 15 يوم بالمناسبة ما خطتها في الحساب. كانت إبادة جماعية، كان الغرض منها إبادة جماعية تنفذ في الدعم السريع، في حواضن الدعم السريع، عشان يكونوا خانعين كده طول عمرهم. ما قالين في رجال بيسهروا في الموضوع ده. وحمدت لما قال ابطال 15 ليل ما بيتكرروا، فعلا ما بيتكرروا، والله ما بيتكرروا. لا ديل كانوا دارين يعملوا انقلاب على برهان. والله العظيم، والله العظيم، وحياة الله لو الدعامة ديل دارين انقلاب كان زمان، والله كان حمدت دخل في رجل مع عمر البشير. حمدت لو ما داير الخير للشعب السوداني كله كان خلف رجل مع عمر البشير. ما في راجل بيقدر بيقبضه، ما في راجل بيقدر بيشيله في السلطه. مش قال حمايتي، مش قال حميتي، القبضوا منه، مش قبضوا عبد الرحيم دقلوا يقبضوا ليه؟ وقبضوا ليه ذاته؟ عشان الثوره ده اكبر خطا ارتكبوه ناس الدعم السريع، انهم قبضوا الزول ده ودوا السجن، مدوا طلقه في راسه. قبضوا علي عثمان محمد طه، مدوا طلقه في راسه، لا ودوا السجن. قبضوا كل الشرذمه بتاعين الكيزان. ده الخطا انا اللي قاعد ازعل منه من عبد الرحيم دقلو، والله العظيم ده الخطا الوحيد اللي انا قاعد ازعل منه. لا ما تدي طلقه في راسه، زي ده تدي طلقه في راسه على اساس انه الشعب السوداني ده عانى من الناس ديل، ولسه وفي الحرب دي بالمناسبه قاعد يعاني من نفس الناس ديل. هم نفسهم الخايضين الحرب دي، وهم نفسهم اللي قاعدين يقاتلوا الان في الدعم السريع، هم نفسهم بكل الفلنقات حقنهم، بكل الابواق حقنهم قاعدين يقاتلوا بكل مؤسسات الدوله، يقاتلوا في الدعم السريع. الدعم السريع اللي ما عنده شيء، ما عنده دخل، حتى دخل اضافي عشان يدخله في الحرب دي، او عشان يعالج به جنوده، او عشان ما عنده دخل، حتى الدخل ذاته ما عنده. لا انت ديل عرب الشتات ديل وكل الناس دي مواجهين لهم دوله بمؤسساتها، دوله فيها وزاره ماليه، دوله فيها وزاره بتاع التعدين كامل ذهب بقدر الناس بيسرقوا فوقه، ودولة فيها وزارة حيوانية، دولة فيها وزارة ثقافية، وزارة رياضية، وزارة تعليمية، وكل الوزارات الآن الكيزان دي وجهوها للمجهود الحربي. عشان كده لما نطلع واحد يقول يا اخي والله انا ما عالجوني ولا قبيلتي ما عالجوها، انا قاعد ازعل في الموضوع ده، لانه انت ما جاي عشان تتعالج انت، ولا جاي عشان انت ما عارف شنو، ولا جاي عشان انت مثل لحوك، ولا ما جاي عشان انت جاي عشان غدروا بيك انت مستهدفينك انت اصلا ما من الليله، من زمان مستهدفينك، مستهدفين عقلك، مستهدفين يعني الانسان الموجود هناك ده مستهدفين كل جوارحك، مستهدفيننا. ما جاي عشان الدعم السريع ده ولا حميتي. انا دائما والله بقول ان اي زول بيقول الحرب دي حرب حميتي والله ده كذاب منافق وما بيعرف الحرب كيف. الحرب دي قامت عشانك انت، قامت عشان تقتلك انت وتركعك انت وتكون راكع طول عمرك، اصلا ما تكون مفتح، اصلا ما تكون واعي ولا تكون فاهم ولا تكون عارف انه حتمشي على وين الحاجه دي. تمام. ال1000 يوم للاسف ال1000 يوم الان بيتكلموا عنها بكل سذاجه. 1000 يوم ليه 1000 يوم؟ انا والله العظيم مستغرب لما نطلع واحد من الكيزان ويعمل له سرديه كامله حقت 1000 يوم. 1000 يوم حقت شنو؟ حقت فنيلتك، بتاعت فنيلتك. 1000 يوم بتاعت قلبك. 1000 يوم شنو؟ 1000 يوم ده خلينا نحكيها نحن ببطولاتنا نحن، ببطولات الدعم السريع. احكي الدعم السريع على 1000 يوم، مفترض نسردها نحن. ال1000 يوم، ال1000 يوم دي قعدنا فيها كيف؟ ال1000 يوم دي نحن تحملنا فيها كيف؟ ال1000 يوم دي نحن صمدنا فيها كيف؟ ال1000 يوم دي نحن واجهنا الدول دي كيف؟ واجهنا الطيران بتاع الدول دي كيف؟ ال1000 يوم دي واجهنا الحفر بتاعكم ده كيف؟ ال1000 يوم دي حافظنا على المجتمعات حقتنا كيف؟ ال1000 يوم دي حررنا المدن فيها كيف؟ ال1000 يوم دي نحن قطعنا لك كل الطرق او كل السبل اللي عايزه اصلك دار تيجي تبيدنا. خلاص دي ال1000 يوم دي نحن اللي بنحكيها. طب تحكي 6 يومك، خليك في 6 يوم حقتك، خليك في 6 يوم. انت 6 يوم خططت لها تخطيط شامل كامل بورقها بخططها بحاجاتها، وكيف نضرب ونمشي نحاصر وين ونضرب وين ونهاجم وين ونبيد وين ونضرب المعسكر الفلاني ونعمل ده كله في 6 يوم حقتك.
خليك في الست يوم حقتك، خلينا احنا نستمتع بال1000 يوم، خلينا نستمتع بالبطولات حقت الاجاوز، خلينا نستمتع بالدفاع حقهم الدافعون المستميت عنهم عن نفسهم، دافعوا دفاع مستميت في كل مناطقهم اللي كانوا موجودين فيها. وقسما بالله لو كانوا دارين يعملوا انقلاب وحياة الله ما 6 يوم، حرم 6 ساعات، اقسم بالله 6 ساعات لو عايزين يعملوا انقلاب وجو الناس دي عانين انقلاب ودخلت كل القوات الخرطوم، والله حاجه بتوقفهم ما في. تمام؟ دي ال1000 يوم، ال1000 يوم دي نتكلم فيها عن الحفر اللي حفرته للدعم السريع. اصلا ما في كوز يجي يتكلم عن 1000 يوم، ال1000 يوم دي نتكلم فيها احنا براحتنا، نوري الليل الاشاوس ديل قدر شنو اتظلموا، وقدر شنو اتخدعوا في الحرب دي، وقدر شنو اتخدعوا من الدول، وقدر شنو في دول عامله فيها صديقه كانت للاسف هي اللي حفرت للدعم السريع، وهي اللي اخرت الدعم السريع، وهي اللي اخرت انتصارات الدعم السريع، وهي اللي طلعت الجنرالات بتاعت الجيش لما قالوا واي، لما كانوا بيقولوا واي من عرب الشتات ديل، لما بيقولوا يا ناس صمود الحقونا، لما بيقولوا اخواننا كلم حميدتي، البرهان بيقول يا ناس كلم حميدتي، اخواننا اتصلوا على حميدتي، اقسم بالله كله مرصود وكله قاعد يشهد الله. دي ال1000 يوم حقتنا نحن، ال1000 يوم السكينه فيها الدبابات ال1000 يوم السكينه فيها الدبابات، ال1000 يوم منو اللي كان متخيل انه تاتشر يجي تقوش لي دبابه؟ منو؟ شفتوها وين دي؟ في الافلام شفتوها، في الاكشن شفتوها، في الهوليوود شفتوها، في البوليوود شفتوها، الهنود حتى الهنود ما يقدروا يعملوا المشهد ده، مش كذابين في تمثيلهم وحاجات وزي، اقسم بالله العظيم نتحداهم يعملوا المشهد ده. تاتشرين سكت لنا 14 دبابه من الباقير، 7 دبابات معلش 7 دبابات سكان من الباقير لحد ما دخلتهم جوا الخرطوم. تاتشرين 3 تاتشرات سكان عديل كده، سك عديل، دبابه بسكوت انا ما لقتني، الدبابه دي بتداوس، الدبابه دي بتصادم. تمام؟ دي ال1000 يوم حقتنا، ال1000 يوم حقتنا لما خشينا اليرموك رجال حسنه، دي ال1000 يوم حقتنا خشينا الرجال حسنه، لما خشينا الدفاع الجوي، وفي اعز اصدقائنا يتوفوا في الدفاع الجوي ده، واقسم بالله العظيم لهم ذكرى عندنا والله لا تنضب ولا تكيف. دي ال1000 يوم حقتنا نحن اللي بنحكي، انت ما تحكي، انت خايب رجع، انت مفترض كان تبيد الدعم السريع في 6 يوم يا ابن الكلب يا ابن الحرام، انت ما تحكي ال1000 دي اصلا خليها بعيد بجنبها. خلينا نحكي نحن، خلينا نشوف بطولاتنا، خلينا نسرد بطولاتنا، ثباتنا وقوفنا، خلينا نسرده، ومواجهتك بكل الدوله بكل مؤسساتها، مواجهتك من عرب الشتات دي. العرب صفر رقاق، صفر الواحد اغبش عينه طالعه، بينوموا في الصحراء، بتلفحوا بالرمال، قاعدين كانوا بيحموا في الحدود، انت جايبهم يحموا الحدود، الان هاجمتهم في بغدر هاجمتهم ودار تكترهم ودار تنتهي منهم، في النهايه جو في ال1000 يوم دي مرمطوك مرمطه، في ال1000 يوم دي خلوا جيشك يجري الدول، ما في دوله كده ما مشى لها الجيش. الجيش دخل في المثلث، دخل مصر جري دخل مصر، الجيش دخل تشاد جري، الجيش دخل افريقيا الوسطى جري، الجيش دخل جنوب السودان جري، ولسه جايه اثيوبيا، وجايه ان شاء الله المناطق دي اقسم بالله حتجري فيها جري. دي ال1000 يوم حقتنا، وال1200 يوم، وال1000 مليون الف سنه برضه حنغاتلك وحنجيفوا معاك كده قنقر كده، حنجيفوا معاك لحد اخر نفس، لحد ما تعرف انه الدوله دي ما حقتك براك، ولا السودان دي حقك براك، ولا مؤسسه الدوله دي حقتك. دي ال1000 يوم حقتنا نحن بنحكي فيها بطولاتنا، لما خشينا الاحتياطي المركزي باتصال يومين يا اخواننا، عندكم يومين، اقسم بالله سلمتوا صفر رقاق، لا لابسين ستره، لا لابسين بس كدمول، صفر رقاق لابسين كدمول، قدوها حيطه قدوها، ودخلوا داهموا الاحتياطي المركزي اللي فوقه تراسانة الكيزان على بكرة ابيها، اكبر معقل بتاع تسليح السلح فوق الدعم السريع الاحتياطي المركزي. ما كانوا قادرين او ما كانوا عارفين او ما كانوا فاهمين او ما كانوا مدركين انه الدعم السريع ده يدخل الاحتياطي المركزي. دخل الاحتياطي المركزي في ال1000 يوم دي قنقر رجال حسنه، وانا بجيك عشان ما تقول لي لا نحن سكيناكم ومشيتوا الخرطوم، ومن الخرطوم مرقتوا مشيتوا، كل جاي يقلي، اصبر بس اصبر بنصرد لك، ما حقك بنديك لي، لكن حقك ما زي حقنا احنا. حقنا ده نحن انسحابات تكتيكيه انسحبناه وبجيك لا بسرد عليك. دخلنا الاحتياطي المركزي الرجال قنقر كده، الرجال قدنا الحيطه ودخلنا كده جوا توش بعربات وبتاتشرات وباسلحته وبغنابل وبمدرعات وبصواريخ وباي حاجه. الترسانه حقت الكيزان الاولى في السودان الاحتياطي المركزي، خشوا الجماعه ديل، خشوا الدفاع الجوي بالرجال بالحسنه، يسلحوا فوقه بالسام 7. ده في ال1000 يوم، ما في 6 يوم. ال1000 يوم دي قلت لك حقتنا احنا، حقتك انت. ال1000 يوم دي احنا اللي خليناك وصلت ال1000 يوم دي، انت ومصر
وكل الدول اللي معاك دي وتركيا على قطر دي يعني احنا اللي خليناك تصل معانا ال1000 يوم دي، وحنوصلك معانا لزياده لو ما انتهينا منك في الايام الجايه باذن الله تعالى. ال1000 يوم دي حقتنا نحن، استولينا فيها على الخرطوم بالكامل. انت كنت قاعد في الحفره يا ابن الكلب، كنتوا قاعدين في الحفر انت وكباشي وده، كنتوا قاعدين في الحفر وياسر العطا وذاك اللي كان بيصلي بالناس في توتي، طارق كجاب الصحاف الكلب ابن الحرام كان بيصلي بالناس في توتي، ما قدر تاني الكبري ده يقطعه 6 شهور ما قادر يقطع الكبري ده، بقى بيصلي بالناس الجمعه جوا زقاق كده ده جوا المستشفى بتاعت الصلاح الطبي. قاعدين تقولوا واي، قاعدين تقولوا الحقونا، جاء نغصكم المنبر بتاع جده، انغصتكم السعوديه ولاد الكب، طلعت الغادات كلهم غشوا الدعم السريع. للاسف في ال1000 يوم دي غشوا الدعم السريع، الدعم السريع يتغشى. انا اقول لكم والله بالواضح الصريح، والله ما عندي لف ولا دوران، الدعم السريع يتغشى، غشوه، طلعوا ياسر العطا، طلعوا برهان، طلعوا الكباشي، رغم انه كانت مفترض انه الحرب دي تتحسب هناك، لكن الغايد داير سلام، الغايد داير السلام. لو كان داير يقتلهم جوا حفرهم دي والله بيقتلهم عادي، وما قال واي، اقسم بالله الناس كلها تشهد. برهان قال واي الحقوني يا ناس الحريه والتغيير، الحقوني يا ناس خالد السلك، والله العظيم ده انا سمعتها رسائل سمعتها انا، ده لو ما سمعتها بقول لك كده، وحينشروها ان شاء الله، هم حينشروها يوم من الايام. يا زول الحقونا، ده البرهان ده في ال1000 يوم 6 يوم، ما 6 يوم انت انظلمت فيها، حسبت حساباتك غلط يا حبيبي. انت مفترض تحسب لحد ال6 يوم بس. اللي حصل شنو؟ بعد ال6 يوم حصل بل، بعد ال6 يوم حصل فتك ومتك، بعد 6 يوم حصل يا زول اقسم بالله العظيم بقيت اصغر من ده. دي هنا دي في ست بعد ال6 يوم. عشان كده تحدك ال6 يوم، تحسب لحد ال6 يوم وخلاص، ما تزيد انت خلي عندك دم وحياة واستحاء، وما تحسب بعد ال6 يوم دي. على الأقل خلينا نحسب نحن وبراحتنا، والمرمط المرمط لك ليه؟ مرمطنا خليناك تجر ما اعرف وين، تنبس في الدول، اشتبكت مع الدول كلها، نبستهم ده لا دول واقفين معهم دول، انخلعتوا من قدرة الناس ديل ومن ثباتهم من رجالتهم، قلتوا لا دعماهم الدول ديل. ربنا سبحانه وتعالى انصفهم يا اولاد الكلب، ديل ربنا انصفهم في ال1000 يوم دي، حصلوك لا ال1000 يوم دي. وسي كمان اقتنعت يعني خلاص. زمان كنت بتقول اخر جنجويدي في ال6 يوم دي لاخر جنجويدي، اقسم بالله في الايام الاول دي لاخر جنجويدي، ما عندنا بس الا لاخر جنجويدي. اخر جنجويدي استراحت اسي خلاص انتهت اتلاشت. كل الناس دي حواضنهم ما نخلي ولا نخلي فيهم نفخ النار باطفالهم بابقارهم، برضه ما قدرت. مناطقهم الحمد لله استلموهم الان، استلموهم رغم الفلنقايات اللي معاك ديل، ورغم الحركات المسلحه، ورغم العور اللي معاك ديل، برضه مسكوا مناطقهم وامنوا مناطقهم. وانا جايكم للسلاح اللي فعلوه الدعم السريع، ان شاء الله حوريكم بيضه في ال1000 يوم دي بالذات احنا حاسبين في ال1000 يوم، لانه السلاح ده جا قبل 15 يوم. الان بعد التركيب والفنيين والتجريب والحاجات زي الحمد لله وزعوه في كل الجبال وكل الوديان الحمد لله. والتاتشارات عدد التاتشارات يمكن اديكم اللي وسد بعد شويه، مش التاتشارات هنا، العربات المصف الكبيره دي بتاعت الاسد اديكم اللي تفعلت لك بل عملت فيديو في الفيسبوك ممكن تحضروه كلكم تمام، فيديو وضحت شنو ميزاته، شنو بتعمل، شنو بتكتب. ده في ال1000 يوم دي، في ال1000 يوم دي اظن حق ركبنا اكثر واحد لا قرينا كليه حربيه، لا مشينا لا قروا كليه حربيه الشباب ديل لا مشوا تدربوها في امريكا، ولا مشوا تدربوها في القواعد المصريه، ولا مشوا تدربوها في ماليزيا، ولا مشوا قاعد وين دي كده، جابوها كده ساي بس من الميدان ده، جابوها من الميدان ده بس بالشجاعه حقتهم بالرجال، لانهم بدوا معاك الحرب دي دقش ومشوا معاك دقش وداقشوك، اقسم بالله العظيم داقشوك بكل ثبات وبكل ده في ال1000 يوم دي ذاته، في ال1000 يوم دي ذاته. ال1000 يوم دي ما تحذف فيها حاجه، بتيجي تقول والله يا اخي جينا شلناكم من ده، خشينا الجيلي، مشينا حدود شندي، مشينا المناطق دي كلها. انت عملت شنو في ال1000 يوم؟ مشيت جبت كيماوي، خلاص الناس اللي بتقدر تطلعون، ما الناس اللي انتشروا، ما الناس اللي بيقول لك خطرين، مشيت جبت كيماوي ودقيتهم في الخرطوم، ودقيتهم في الجيلي مصفى الجيلي، ودقيتهم في بحري، ودقيتهم في ما عارف وين، ولسه الكيماوي قاعدين يتآذوا منه الناس الخرطوم وسكان الخرطوم. وهسه دي كمان طالع تقرير كمان من وزاره الصحه العالميه، لسه ان شاء الله حيظهر يومين 3 الخرطوم موبوءه، لا زالت موبوءه بالكيماوي. الدعم السريع انسحب لك، خلي لك ده كله خلي لك، ولا معركه ما خدتوا معاه وطلعتوا منها رجاله كده، براون انسحبوا مشوا دارفور تمام. استي حاليا سايقينك من دارفور وجاي لك، مشوا ساقوك في كل المدن اللي كنت قاعد فيها، ساقوك سواقه بعد ما نظفوا الخونه كلهم اللي عندهم، الناس الزارعينه زي كيكل ما عارف منو، كلهم نظفون تمام، كلهم نظفون وظبطوا حالهم
والان جايينك هسه من دارفور سايقينك ماشي لك ليه مدني ثاني وماشي لك لكل المناطق دي. انت حتمشي وانت في ال1000 يوم دي، في ال1000 يوم دي قلعنا الفاشر قنقر رجاله. اديناك الخرطوم، تعال هدي الخرطوم قاعده لك انت بتقدر تعيش فيها. هسه كان بيدرس بيقدر بيعمل فيها حاجه، تعال الخرطوم. اديناك مدني، تعال شيل مدني ما مشكله، مدني يخاف كيكل والحاجه دي والضرر اللي اتضرر فيه والدعم السريع ده شيلها. لكن بتيجي راجع بناس نضاف رجال تمام بعربيه نظيفه، ما في حاجه اسمها خاين ولا في حاجه اسمها زول مزروع ولا في حاجه اسمها استخبارات. جاي انك عديل كده بعد ده بنظافه، جاي انك نشيله كده قنقر عديل مدني على الخرطوم على كل المناطق دي وحق الله في الايامات الجايه دي. جينا شلنا منك الفاشل الرجاله كده شلنا منك، سوقناك من زمزم هناك، سوقناك كل الغرده 36 حي انتوا قاعدين مشرسين فينا. العرب الشداد ديل داقروكم فيها ودقوكم فيها لحد ما شالوا منكم، مشوا خموكم من دا ودوكم بابنوسا جريتوا جنوب السودان، مشوا الفوله جريتوا جنوب السودان، مشيت احتميتوا بجنوب السودان. ده كلها في ال1000 يوم دي. ال1000 يوم دي انت عملت شنو؟ وين انجازاتكم في ال1000 يوم؟ الطيران ده بتجيبوا البريكدار بالجماعه اللي شايف يعني اول مره اشوف لي طياره تقع بحاله كده، بيجيبوه كده بالراحه بنزلوه بخطه بتشويش عالي المستوى، طب بيجيبوها الواطه بيختاروها في السماء، بيختاروها بيجيبوها الواطه. وممكن لو عرفوا لها تقنيه دي ممكن يحاربوك بها. ما قتلوك بالسام 7 اللي انت خليته في الدفاع الجوي، جريته كم جريته؟ المتحركات اللي جبتها حق البحر دي تتذكر لما اللي شايف كان بيقول لك بحري حزينه، بحر دي اكتر حاجه شالت فيكم الناس دي في ال1000 يوم دي، شالت فيكم الناس متحركات بتجي من الشرق كلها، جاي من الشرق، جاي من الفشقه، جاي من وين اللي شايف دي شراب مويه شغاله معهم شغالين معهم، قتلوكم طلعوا روحكم اسروكم، بعدي ما في زول قال غيركم، ده كله في ال1000 يوم. مشيت احتميتوا بمناوي جبتوا مناوي برضه فشل الفشل الذريع معاكم برضه في بثبات قوه الاشاوي زي برضه ما قدر يعمل حاجه. ده في ال1000 يوم، ال1000 يوم دي حقتنا، ال1000 يوم ده اصلا ما يتكلم فيها انت ولا عندك في اي حاجه اصلا، نهائي ناثينج، ما تقول في اي شيء. الان عملت تحالف مع الدول دي في ال1000 يوم دي ذاتها، الدول دي ذات حسه دي ذاتها اكبر تقنيه في ال1000 يوم دي، اكبر تقنيه عامله صيت في العالم. التقنيه التركيه دي الاشاوس انتهوا منها. القنوات العالميه بقت كيف البريكدار ده يتدمر في السودان، والبريكدار ده قبل كده عمل فريق في حرب ليبيا، عمل فريق في حرب معارف اوكرانيا، عمل فريق معارف حرب وين ده البريكدار. لكن الاشاوس جابوا له وطن عملت فيه اي فريق؟ ما عملت فريق، ما في شيء. بعزيمتهم وباصرارهم بالكلاش بالبلجيك ده بس بيجيبوا، بالبلجيك بس بيجيبوا تمام. ده في ال1000 يوم دي، ال1000 يوم دي يتعلموا فيها القتال الصحي، وكانوا اصلا هم قاتلين لكن يتعلموا القتال الصحي في ال1000 يوم. عشان كده ال1000 يوم انت ما تتكلم فيها، ال1000 يوم دي حقتنا نحن. انت عندك 6 يوم، حدك 6 يوم بس قدرت تكمل فيها الدعم السريع، ما قدرت بس اتكلم لحد حدها بس في حدها بس، ثاني ما عندك حاجه، ما عندك شيء، لانه كانت ال6 يوم دي خلال انه لاخر جنجيدي، واخر جنجيدي انتهت سبقته. لا الولد الدعم يخط السلاح يسلموا السلاح، لا تسلموا السلاح ليه؟ انت ما قلت لاخر جنجيدي ما تنفخوهم، ما تشيلوهم ما تكتلوهم، ما قدرتوا. الحمد لله هذا خلاص دارفور كلها وقعت، كردفان كلها الحمد لله خلاص قربت، خلاص تقع كلها. النيل الازرق وحياة الله قريبه جدا. النيل الازرق دي تتشال ان شاء الله في ميله واحده بس، ميله الدعم السريع ده كده، عارفوا الميله بس يميل فيها كده بس، شيله واحده بيشيلوها. تقدر تخش اثيوبيا، تقدر تخش اريتريا، تقدر تخش ما عارف وين، اقسم بالله انت جاري. ده في ال1000 يوم دي تمام. ال1000 يوم دي خلاص فاتت، نحن بعد عندنا بدينا معاكم 1000 يوم جديده. ال1000 يوم ذاتها نحن ما قدرنا نكمل. ال1000 يوم دي عندنا فيها 200 يوم بس، وحياه الله قش، حاجه اسمها قش زي القش. اما ال7 يوم حقتك دي او ال6 يوم حقتك دي قلت فات نحن الدعم السريع ده حدك بس، ده حدك خلاص. ده الفينا بطولات الحمد لله، شفنا بطولات فيها قدرنا نثبت فيها. الاباده اللي دارين يبودوها للحواضن دي الحمد لله اتكسرت، دي في ال1000 يوم حقتنا.